مرحبا حبايبي. أكلتنا لهذا اليوم هي تشريب الدجاج الأحمر. المكونات هنا دجاجة مقطعة بهذا الشكل مغسولة زين، وأيضا حبايتين بصل مثرومين ناعم، بالإضافة إلى الحمص، هذا الحمص مسلوق، والإضافة إلى حبة بطاطا كبيرة. والبهارات اللي راح استخدمها هي ورق غار، نوم بصرة، ملح، كركم، كاري. الطريقة: خليت جدر على النار وضفت زيت زيتون. من سخن عندي الزيت أبدي أضيف قطع الدجاج. هاي هنا ضفت قطع الدجاج. من يتحمر وجههم أبدي أقلبهم على الجهة الثانية. هنا قلبتهم على الجهة الثانية حتى تتحمر عندي زين. هسه راح أبدي أضيف البصل. راح أحمس البصل ويا قطع الدجاج. من ينحمس عندي البصل أبدي أضيف باقي المكونات. راح أحمسهم هيجي. بعد ما انحمس ضفت ورق غار، نوم بصرة، والكركم والكاري. بس الملح ما أضيفه هسه، الملح أضيفه بالأخير. وراح أحمسهم ويا البهارات، أحمسهم حمسة خفيفة. هسه راح أبدي أضيف البوتيتة شوية، أحرك. وراح أبدي أضيف الحمص، هذا الحمص مسلوق وأكو حمص معلب. هسه راح أبدي أضيف هنا عندي عصير الطماطة، خليته يفور. من يفور أبدي أضيفه عليهم. هنا ضفته. راح أحركهم هيك حركة خفيفة. هنا قام يفور عندي. هسه راح أبدي أضيف الملح وأخليها على نار متوسطة لمدة نص ساعة، وأبدي أقدمها بصحن التقديم. شوفي شلون. هنا بعد مرور نص ساعة ثردت هذا خبز عراقي وخليت. شوفوا شكله، طبعا شكله روعة وطعمه كلش طيب، لا زفرة ولا أي شي. أنصحكم تجربوه. حبيت أشارككم غدانا لهذا اليوم، وعليكم بألف عافية. أتمنى اللي ما مشترك بالقناة يشترك. مع السلامة.